في الكورس ده هنتعلم كل اللي محتاجين نعرفه عشان نبتدي نستخدم الجيت. فلو حضراتكم لسه مبتدئين أو لو كنتم بتستخدموا الجيت بقالكم فترة زمنية بس في مفاهيم واقعة منكم ومش عارفين أصلا الجيت بيشتغل إزاي، فالكورس ده ليك. فالكورس ده هنتعلم الآتي: في الموديول ده هنتعلم أساسيات الجيت والجيت هاب، وهنعرف هما ليه أدوات ضرورية لما بنشتغل مع أي كود. فمع نهاية الموديول ده هنفهم إيه الوظيفة للجيت والجيت هاب، وهنشوف براكتس إزاي بنعمل ليهم configuration. في الموديول التاني هنتعمق أكتر في استخدام الجيت على الماشين بتاعتنا، وهنشوف إزاي بنقدر ننشئ جيت بروجكت ونحفظ التغيرات، وإزاي بنتتبع التغيرات اللي في الكود بتاعنا. في الموديول التالت هنشوف إزاي بنقدر نعمل كونكت للجيت والجيت هاب، وهنتعلم إزاي بنقدر نرفع الكود بتاعنا على الجيت هاب، وإزاي بنعمل داونلود للأبديتس من أشخاص تانيين. وهنشوف إزاي بنقدر نعمل سيت اب للجيت هاب علشان نخليه مهيأ للتعاون ما بين الأفراد وبعضهم بشكل سهل. وبعد ما بقينا متمكنين شوية من البيزكس في الموديول ده هنشوف التكنيكس المتقدمة في الجيت علشان تخلي شغلنا أسرع وذو كفاءة أعلى. وهنتعلم إزاي نحفظ التغيرات بشكل مؤقت، وهنشوف إزاي نعمل مسح للبروجكت هيستوري. وفي الموديول الأخير هنتعلم إزاي نقدر ننظم وندير البروجكت من البداية للنهاية باستخدام الجيت والجيت هاب، وهنتعرف على الورك فلوز المشهورة، وهنشوف الجيت هاب تولز علشان نقدر ندير المشاريع، وهنتكلم عن البيست براكتسز علشان نخلي الكود بتاعنا نظيف ومنظم. وعشان تقدروا تاخدوا اكبر فايده من الكورس ده يستحسن يبقى عندكم معرفه عن الاتي: اولا معرفه عن الكوماند لاين وازاي بنقدر نستخدم الكوماند لاين سواء في اللينكس او الماك او اس او الويندوز، ويكون عندنا معرفه بسيطه عن مفاهيم السوفت وير ديفلوبمنت، زي مثلا يعني ايه كود ويعني ايه فيرجننج واللايف سايكل، وده هيسهل علينا استيعاب اسرع لنقط كتير في الكورس ومميزات في الجيت هاب. ده طلب شخصي بقى، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع زمايل ليكم، يمكن يكون فيه افاده ويجازيكم الله كل خير. يلا نجهز الورقه والقلم والقهوه الرايقه وبسم الله نبتدي. اكيد في كتير منكم وهو بيستخدم الجيت سأل نفسه السؤال ده: يعني إيه جيت أصلًا؟ وفي ناس أكتر بتسأل ليه الجيت من أكتر الversion control systems اللي أكتر استخدامًا، ودايمًا في أي road map بيتقال لازم نبقى عارفين جيت. فالversion control ببساطة بيتخزن فيه أي تغيُّر يتعمل في الكود على مر الوقت في database خاصة اسمها repository، وبنقدر من خلال الproject history نشوف التغيرات اللي حصلت إمتى وليه. فمثلًا لو في شخص خرّب الكود، فبنقدر بسهولة نرجع أو نرجّع الproject بتاعنا لآخر حالة صحية ليه. فمن غير الversion control system هنفضل دايمًا نخزّن ونشتغل على نسخ من الكود بتاعنا في folders مختلفة، ودي طريقة بسيطة وصعب جدًا إن إحنا نعرف نتوسّع بيها، وبالذات لو عندنا أكتر من كذا شخص شغال على نفس الproject. فلازم علشان زميلي اللي هيشتغل على الكود ده أبعت له آخر version من الكود على الإيميل، أو إني أعمل معاه share للكود أو الproject بطريقة تانية، وبعد ما يعمل التغيرات في الفايل بيروح بطريقة يدوية يضيف التغيرات دي فرضًا في المكان الصحيح في الكود. فباختصار الversion control system بنقدر نتتبع الproject history وتخلّي الأفراد إنها تشتغل مع بعض بطريقة أسهل وفعّالة. والversion control بينقسم لنوعين: centralized وdistributed. فالcentralized system كل الأشخاص اللي موجودين في الteam بيعملوا connect ويتواصلوا مع الcentral server أو server مركزي عشان يقدروا يتحصلوا على آخر نسخة من الكود اللي تم أو الteam اللي شغال عليه، ويقدروا يشاركوا التغيرات والتعديلات اللي عايزين يضيفوها مع بعض. ومن أمثلة الcentralized version control server عندنا الsubversion. المشكلة بقى في الcentralized architecture هي إنه ده سيرفر واحد، فإحنا معرضين لنقطة فشل واحدة أو زي ما بنقول single point of failure. فلو السيرفر ده وقع أو حصل فيه مشكلة مش بنقدر نتعاون مع بعض أو نشتغل على الproject، فلازم نستنى لحد أمّا السيرفر ده يشتغل وبعد كده نبتدي نشتغل عليه تاني. على عكس الdistributed systems مش بتواجهنا المشكلة دي، لإن كل فرد من الteam عنده نسخة من الproject بالhistory بتاعه على الجهاز الخاص بيه، فبنقدر نشتغل على مشروع local وبعد كده السيستم بياخد التغيرات دي ويضيفها بشكل منظم. فلو الcentral server فيه مشكلة فما زال الteam بيعرف يتواصل مع بعضه ويشوف التغيرات اللي حصلت ويقدروا يبعتوها. ومن أشهر أمثلة الdistributed version control systems هو الجيت. فالمعظم بيشتغل بالجيت لأنه أولًا هو free open source وسريع وفيه مميزات كتير بيعتمد عليه فيها، لأنه بينفذها بسرعة زي الbranching وغيره من المميزات اللي هنشوفها في خلال الmodules اللي جاية. فعشان كده هتلاقوا معظم الناس بتقول في أي road map نكون عارفين جيت ونعرف نستخدم الجيت. ولو فتحتوا LinkedIn هتشوفوا الوظايف المطلوبة، هتلاقوا إن ما فيش وظيفة تخلو من الجيت. والزيادة كمان اللي بقى الdefault إن ممكن ما تلاقيش شركات
كاتبة لإنهم يعني بيفترضوا إنك عارف Git لإنه حاجة بقت عاملة زي المَيّة والهوا كده. طب إحنا إزاي بنستخدم الGit؟ في كذا طريقة وممكن نستخدم بيها الGit أولهم الcommand line، وإحنا في الcourse هنا هنتكلم بس عن الطريقة دي، لإنها أضمن طريقة ممكن تستخدمها في أي حتة، لإن الطرق التانية مش دايمًا بتبقى متاحة. وكمان الcommand line سريع وساعات بيبقى أسهل في تنفيذ مهام معينة. ولو أنتم بتحبوا الدلع زي كده وبتحبوا تستخدموا code editors، فمعظم الcode editors بتدعّم ميزات الGit. كمثال مثلًا الVS Code في source control panel، دي اللي بتتيح لينا الميزات الGit الضرورية، وإحنا ممكن نعمل install لextensions زيادة زي الGitLab. ولو عايزين نستخدم مثلًا الGUI أو الGUI tools أو الgraphical user interface، في tools مصممة خصيصًا عشان الGit زي مثلًا الGitKraken. تعالوا بقى نتكلم عن شوية مفاهيم أساسية لازم نكون عارفينها في الGit والGitHub قبل ما نخش على الpractice بتاعنا. أول حاجة عندنا repository، والrepository ممكن نعتبرها كfolder أو المكان اللي هنخزن فيه الملفات الproject والhistory. وعندنا الcommit، والcommit عبارة عن صورة من التغيرات اللي حصلت للrepository. في مصطلح البرانش، والبرانش زي من اسمه كده فرع أو تفريعة مستقلة كده، ملهاش علاقة بالكود الأساسي، فممكن نستخدمها عشان مثلا لو عايزين نضيف فيتشرز للبروجكت بتاعنا من غير ما نضيف اللي بنكتبه ده في الكود الأساسي. وفي بوش، والمقصود بيها إن إحنا بنعمل أبلود للتغيرات اللي عملناها لوكال على الماشين بتاعتنا للريموت ريبوزيتوري زي الجيت هاب. وعندنا البول إن إحنا بنعمل داونلود للتحديثات أو التغيرات في الكود من على الريموت ريبوزيتوري لللوكال ريبوزيتوري. في الميرج، والميرج هنا إحنا بندمج التغيرات أو الكود اللي موجود في البرانش لبرانش تاني. والwork flow بتاع الproject بكل بساطة إن إحنا بنعمل create لbranch، بعد كده بنضيفه للstaging area، والstaging area باختصار هو فايل بيتخزن فيه معلومات عن إيه اللي هيحصل في الcommit اللي جاي، وبعدين بنعمل commit، وبعد كده بنعمل push للتغيرات دي للremote repository اللي هي الGitHub. والGitHub بيخلي المستخدمين إنهم يقدروا يعملوا review وpull وmerge للتغيرات في الmain project أو في الmain directory. إيه بقى كل اللي أنا قُلته ده؟ نتابع مع بعض الmodules الجاية وهنشرح كل حاجة بالتفصيل. في الpractice ده هنشوف إزاي بنقدر نعمل setup للGit ونعمل link للlocal repository أو الlocal machine بالremote repository اللي هي الGitHub. فأول حاجة هنعمل install للGit على الماشين بتاعتنا. أنا باستخدم الCentOS، فتعالوا نعمل install. هنقول له yum install-y git. أنا عشان عامل له installation قبل كده فمش محتاج اللي أنا أعمل installation. طيب، بعد كده عايزين نتأكد من الversion اللي الgit اللي إحنا عملنا له installation، هنقول له git dash dash version، وهيقول لي الgit version بتاعي. وقبل ما نعمل pull أو push مع remote repository أو نعمل أي حاجة على الgit، في شوية settings كده محتاجين نعملها في الأول، زي مثلًا الاسم والإيميل والeditor اللي هنستخدمه. والsettings دي بتبقى على 3 مستويات. أول مستوى الsystem، وده معناها إن الsettings دي هتطبّق على كل الusers اللي موجودين على الsystem بتاعي. ييجي بعديها مستوى الglobal، وده معناها إن الsettings دي هتطبّق على كل الrepositories اللي بيستخدمها الuser بتاعي. وأخيرًا الlocal level أو مستوى الlocal، وده معناه إن الsettings هتطبّق على الrepository اللي أنا شغّال عليها أو اللي حاليًا موجودة في الrepository directory اللي أنا فيه. فعشان أبتدي أضبّط الconfiguration دي باعمل الآتي، هاقول له git config dash dash global user.name، وهاقول له الاسم مصطفى مجدي. بعدين هاقول له git config dash dash global user.email وأدّي له الإيميل بتاعي. وتالت حاجة الeditor، هاقول له git config dash dash global core.editor، وهنا هاقول له الversion. نيجي بعد كده نعمل directory جديد للمشروع بتاعنا وليكن اسمه my first repo، فهاقول له mkdir my first repo، نعمل change للdirectory ده. طيب، بعد كده بنعمل حاجة اسمها initialize أو بنعمل start للget repository في الdirectory بتاع المشروع اللي إحنا عملناه create، وده الcommand اللي هنستخدمه عشان يعمل create لfolder خفي اسمه .git اللي هيتخزن فيه الversion history للproject بتاعنا. والcommand كالآتي، باقول له git init، فزي ما أنتم شايفين هيقول لي initialized empty get repository in/root/my first repo/.git. بعدين تعالوا نعمل
فايل بسيط جدًا اسمه readme.md ونضيفه للجيت. هنقول له echo وهنسميه my first أو هنكتب جواه my first git repository. تمام، وهنعمل redirection للكلام ده على فايل اسمه readme.md. وبعد ما نعمل create للفايل هنعمل add للفايل بتاعنا في حاجة اسمها الstaging area. فهاقول له git add readme.md. وأخيرًا نعمل commit برسالة بنوضح فيها التغيرات اللي هنعملها في الcommit. فهنقول له الآتي git commit -m اللي هي الmessage. هنقول له ده الinitial commit with readme file. كل اللي إحنا عملناه ده كله على الlocal repository. تعالوا بعد كده نعمل repository على الGitHub ونعمل connect للGit بالGitHub. فأول حاجة نروح للGitHub ونعمل login. أنا already عامل login في البراوزر. ومن الخطوات المهمة إن إحنا نعمل secure connection للGitHub. فبنبقى محتاجين نعمل connect بkeys. فأول حاجة هنروح نعمل create للkey. تعالوا نرجع للتيرمينال بتاعتنا ونعمل create للkey. هاقول له ssh key gem -t هاشنج بتاعي ED25519 ده C ونكتب له الإيميل اللي هو مصطفى مجدي فاينديل. مش عايز باس فريز ولا أي حاجة من دول. تمام. وعشان نقدر نستخدم الكي بتاعنا من غير الباس فريز أو باسورد ده لو إحنا ضفناهم يعني بنروح نضيف الكي للSSH agent. فبقول له eval وأدي له الكوماند بتاع الSSH agent -s وأقفل هنا. تمام. بعدين هاقول له عايز add الكي بتاعي اللي هو تحت .ssh واسمه ID كده. تمام. طب أنا دلوقتي عايز أضيف الكي ده للGitHub. فهاعمل الآتي. أول حاجة هاشوف الpublic key بتاعي شكله عامل إزاي. فهاقول له .ssh id.pub وده الpublic key. هناخد الpublic key بتاعنا أقول له copy وأروح للGitHub وآجي عند الsettings. انزل تحت هنا كده ألاقي settings وهالاقي تحت في الsettings حاجة اسمها SSH and GPG keys. وهاروح أقول له new SSH key وهاقول له my key. في الآخر هاضيف له الpublic key تاني. بعد كده باقول له add SSH key. تمام. واتضاف عندي الkey على الGitHub. طيب بعد كده هنعمل repository وهنسميها my first repo. فهنيجي فوق هنا أقول له home ممكن من هنا أو من هنا create new. يا إما باضيفها له من create repo هنا أو من هنا باقول له new repository وهنسميها my first repo. تمام. اللي إحنا عايزين نعمله دلوقتي نcreate repo فاضية ما فيهاش أي حاجة. هنا بيقول لك initialize الrepository دي بreadme file. مش هندوس عليها لإن إحنا هنinitialize الrepository دي بالreadme اللي إحنا عملناه على الlocal git بتاعتنا. فهنيجي تحت ونقول له create repository. فأنا كده بقى عندي repository على GitHub ما فيهاش حاجة. تمام. طيب علشان أعرف أaccess الrepository دي فهاجي أستخدم الSSH. هتلاقي تحت هو بيجايدك إزاي تadd الrepository دي على الماشين بتاعتك. فبكل بساطة هاروح أقول له آخد الcommand ده اللي هو get remote add الorigin وأروح على الterminal وأعمل الcommand ده. هاقول له paste. تمام. بعد كده نعمل الguide اللي هو قايل لي عليه get branch من main. بعد كده أعمل push للfile بتاعي على الorigin في الmaster. أيوه ضيف الkey. تمام. فكده كل اللي عمله عمل push. تعالوا بقى نخش نشوف الفايل موجود والّا لأ. هنيجي تاني لهنا بكل بساطة هنعمل refresh. هالاقي فعلًا الreadme موجود وجواه my first get repository.
تمام، ادي الreadme.md والcontent بتاعته اسمها او جواها my first get repository. يعني ايه repository؟ فالrepository هي عبارة عن directory اللي هيبقى فيه الملفات الخاصة بالمشروع بتاعنا، واللي كمان هيتخزن فيه الversion history. فاللي بيحصل ان الجيت بيتتبع التغيرات اللي بتحصل في الملفات على فترة اللي بنقعد نغير فيها الملفات، عشان يسمح لنا ان احنا نقدر نرجع مثلا للفيرجنز القديمة ونقدر نتعاون مع بعض، او نقدر نتعامل مع اي حد بيعمل تغيرات على الملفات دي، ونقدر ندير المشروع بتاعنا بكفاءة اكبر. عشان نقدر نستخدم الجيت في مشروع جديد بنعمل دايركتوري جديد، وبعد كده جوه الدايركتوري ده بنستخدم كوماند اسمه git init، وده هيسمح لنا إن إحنا نبتدي نعرّف الGet repository الجديدة بإنه هيعمل create لdirectory اسمه .get جوّه الproject directory، والdirectory ده هيبقى جوّاه الmeta data أو البيانات الوصفية والversion history اللي الGet هيستخدمها عشان يقدر يتتبع التغيرات اللي بتحصل في المشروع. طيب عملنا init للGet repo واشتغلنا شوية، ولقينا حد بيقول لنا اعملوا clone للrepository. فيعني إيه cloning؟ فالcloning هي عبارة عن عملية بنعمل بيها نسخة local من الremote repository. فمثلًا بتعمل copy للrepository موجود على GitHub عندنا locally، وده بيسمح لنا إن إحنا نشتغل على project موجود فعلًا ونعمل sync للتغيرات مع الremote repository. فلو حابين نشارك أو نعمل contribute لمشروع موجود فعلًا، أو بس نعمل copy للrepository على السيستم بتاعنا، هنستخدم command git clone. فالcommand ده هيسمح لنا إن إحنا نعمل download للمشروع ده على الlocal machine، ويسمح لنا إن إحنا نعمل تغيرات وcommits locally. والlocally هنا المقصود بيها اللي هي الماشين اللي إحنا شغالين عليها أو الجهاز اللي إحنا شغالين عليه. في مصطلح كتير هنسمعه الstaging area. فيعني إيه staging area؟ فالstaging area والمعروفة برضه باسم الindex، وده المكان اللي بيتجهز فيه التغيرات قبل ما بيحصل لها commit في الrepository، وده بيسمح لنا إن إحنا نختار إيه الfiles اللي هنعمل لها commit. فممكن نقسم التغيرات اللي هتحصل على مراحل بدل ما نعمل commit للتغيرات كلها مرة واحدة. فعشان نقدر نتتبع التغيرات في الفايل، أولًا لازم نضيفها في الstaging area عن طريق command git add، وبنكتب اسم الفايل اللي إحنا عايزين نضيفه في الstaging area. ولو عندي فايلات كتير وعايزين نضيف كل الفايلز اللي حصل فيها تغيرات في الstaging area، بنكتب git add وفي الآخر بنحط dot. وبعد ما بنضيف الفايلز اللي حصل فيها تغيير أو change بنعمل commit. فيعني إيه commit بقى؟ فالcommit هو عبارة عن snapshot من التغيرات اللي موجودة في الstaging area، فهي بتحفظ التغيرات دي على هيئة version في الhistory بتاعة التغيرات الكتير اللي بنعملها علشان نقدر نرجع لها أو نعمل revert ليها بعدين لو حابين يعني. فبنقدر إن إحنا نعمل commit أو snapshot من التغيرات اللي عملناها من عن طريق command git commit زي في المثال اللي قدامنا. والdash m flag هنا بيسمح لنا إن إحنا نكتب رسالة بنشرح فيها التغيير اللي إحنا عملناه، والرسالة دي من المفروض إنها تبقى قصيرة بتوضح إيه الهدف من التغيير اللي عملناه. ييجي بعد كده لو إحنا عايزين نشوف الstate من الproject أو الdirectory اللي إحنا شغالين فيه والstaging area، نستخدم command git status، وده هيوضح لنا إيه الfiles اللي حصل فيها تعديل، وإيه الfiles اللي تم إضافتها في الstaging area علشان يتعمل لها commit، وإيه الfiles اللي أصلًا مش معمول لها تتبُّع. وعشان نشوف الhistory للcommits اللي إحنا عملناها بنستخدم git log عشان يظهر لنا إيه الcommits اللي اتعملت قبل كده بالmessages اللي مكتوبة في كل commit أو الرسايل المحطوطة لكل commit. وبنقدر نشوف نسخة مختصرة من اللوج ده من عن طريق إن إحنا بنضيف flag dash one line. ييجي بعد كده الbranch، والbranch تسمح لنا إن إحنا نشتغل على مثلًا نضيف مميزات ونصلح bugs من غير ما نؤثر على الproject الأساسي. وبنقدر نعمل branch جديد من عن طريق command git branch، وبنقدر نتنقل من branch لbranch من عن طريق command git checkout. والgit عملوا إصدار للcommand اللي اسمه git switch علشان يسهل العملية دي اللي هي نتنقل من branch لbranch. فسواء بنستخدم git checkout أو git switch الاتنين commands هيعملوا نفس المهمة. طيب إحنا دلوقتي عملنا branch جديد وعملنا تغيرات وعايزين بقى نضيف التغيرات دي للbranch التاني، وهنا ييجي مصطلح الmerging، وهو بيدمج الشغل اللي حصل في الاتنين branches مع بعض. فبعد ما بنخلص شغل على branch مثلًا وعايزين نعمل merge للتغيرات دي للmain branch، وليكن إن ده bug fix، فالأول بنروح للmain branch وبعد كده بنعمل git merge. وفي فايل لو عملنا ls هنشوفه اسمه .gitignore. إيه بقى قصة .gitignore ده؟ فالفايل ده بيقول للgit إيه الfiles أو الdirectories اللي هيتجاهلها في الrepository، وده بيبقى مفيد علشان
نقدر نستثني files مش لازم إن إحنا نعمل لها tracking، زي مثلًا الfiles المؤقتة أو الfiles اللي فيها بيانات حساسة زي الpasswords إلى آخره. وبنقدر نعمل create لل.get_ignore في الproject root directory وبنحدد فيه الpatterns أو الfiles اللي هنتجاهلها. فأول لمّا بنعمل ال.get_ignore الgit هيروح يشوف محتوى الfile ده، ويفهم إن أي حاجة جوّه الfile ده هيتم تجاهلها، ومش هتظهر في الgit status ولا هيتعمل لها commit. فتعالوا بقى نلخّص الgit workflow بتاعنا. دلوقتي بعد ما بيبقى عندنا repository وده الproject directory بتاعنا، فكل يوم هنيجي نشتغل على tasks مختلفة وبنعمل تعديلات. فبعد ما بنخلّص بنبقى عايزين نحفظ المهام اللي عملناها دي، علشان لو حبينا نرجع ليها قدّام. وهنا إحنا بنعمل commit، والcommit هنا كإننا بناخد snapshot من الproject بتاعنا. دلوقتي الgit فيه مكان مميز اللي بيحفظ فيه التغيرات دي، وده مش موجود في معظم الversion control system، والمكان ده اسمه الstaging area أو الindex. وده مبدئيًا اللي بيتتبع وبيقول لنا إيه الcommits اللي إحنا عملناها. ولمّا بنبقى متأكدين وبنراجع الcommits دي بتتحفظ في الrepository بتاعتنا بشكل دايم. ولو إحنا مش متأكدين من التغيرات والتعديلات دي بنقدر نعمل unstage للcommits. فإحنا بنستخدم الadd command علشان نضيف الfiles الخاصة بالمشروع للstaging area. ناخد مثال عملي على اللي إحنا اتكلمنا عليه. أول خطوة هنعمل directory اسمه local git lab وهنعمل initialize للgit repo بتاعتنا. نقول له mkdir للlocal git lab، نقول له cd للlocal git lab. وعشان نعمل initialization هنقول له git init. الخطوة اللي بعد كده تعالوا نعمل text file بسيط ونسميه hello.txt ونكتب جواه hello git مثلًا ونشوف الstatus بتاعة الrepository بتاعتنا. هنقول له echo hello git ونعمل redirection على hello/h hello.txt. بعد كده نشوف الstatus، نقول له get status. هيقول لي إن أنا عندي untracked file اللي اسمه hello.txt. وزي ما قُلنا دلوقتي بقى عندنا file وعملنا فيه شوية edits وعملنا محتوى جديد في الrepository، فعايزين نضيف بقى أو نخزن الفايل ده في الstaging area. فهنعمل الآتي، هنقول له get add hello.txt. وبعد ما ضفنا الفايل بتاعنا في الstaging area عايزين نعمل snapshot أو commit للتغيرات اللي عملناها دي، علشان نحفظ التغيرات دي بشكل دايم في الrepository بتاعتنا. فهاقول له get commit -m المسج بتاعتي هاقول له add hello.txt with initial content. جميل جدًا. تعالوا بقى نشوف الcommit history بتاعتنا شكلها عامل إزاي. فهاقول له get log، هيجيب لي الcommit بتاعي والID ومين اللي عمل الcommit ده بأنهي تاريخ والmessage بتاعة الcommit دي. طيب نفترض إن أنا عايز أضيف feature جديدة في الproject بتاعي، بس مش عايز أعدل في الmain files. فهنروح نعمل branch جديد ونسميه مثلًا feature update ونعمل switch للbranch ده بالطريقة دي. هنقول له get branch feature dash update وهاقول له get switch للfeature update. فقال لي switch it to branch اللي اسمه feature update. وكنا ممكن نعمل الget switch ونقول له ده c feature update علشان نعمل الاتنين commands دول في command واحد، اللي هو بالطريقة دي. أقول له get switch dash c feature update، فهو ساعتها هيروح يعمل create ويswitch على طول على الbranch. طيب تعالوا بقى نعمل edit لtext file اللي إحنا عملناه ونزود أو نغير الcontent. هنقول له echo this is an update on the feature branch ونعمل redirection على hello.txt ونعمل staging وcommit للتغيرات بتاعتنا. فهنقول له get add hello.txt وهنعمل get commit -m وهنقول له add update message to hello.txt on feature branch. طيب تعالوا بقى نرجع تاني وعشان نقدر ندمج أو نضيف التغيرات دي للmain branch بتاعتنا، أول حاجة بنعمل switch للmaster branch وبعد كده بنعمل merge للbranch اللي فيه الfeatures بتاعتنا. هنقول له كالآتي get switch للmaster
فأنا كده رجعت تاني للماستر، وتعالوا بقى نعمل ميرج. هاقول له get merge لأي حاجة في الfeature update للmaster branch بتاعي، تمام؟ فهالاقي كده إن هو عمل update لحاجة، هيقول لك في one file changed اللي اسمه hello.txt. وتعالوا نشوف الcontent أو المحتوى بتاع الfile بتاعنا اللي اسمه hello.txt بقى عامل إزاي. هنقول له cat hello.txt. فهنا أول حاجة عندي الhello get، بعد كده الmessage اللي إحنا عملناها في الbranch. تعالوا بقى نعمل الdot get ignore ونضيف فيه شوية patterns علشان الget يعمل لها exclude أو يتجنبها. فهنقول له then dot get ignore. وتعالوا نضيف الآتي في إيه؟ في الفايل. هنقول له dot log أو الasterisk dot log، أي حاجة آخرها dot log عايز أعمل لها exclude، وأي حاجة آخرها dot temp. وهنسيب الفايل ده ونقفله. وتعالوا نعمل dot log file علشان نعمل تيست للdot get ignore. فهنقول له echo مثلًا log entry، تمام؟ وهنعمل فايل اسمه debug.log. نيجي بقى نشوف الstatus بتاعتنا اللي هي الdot log فايل بتاعنا ما يظهرش علشان دي untracked فايل الموجود في الdot get ignore. فلو قُلت له get status هيقول لي إن ده untracked فايل، هيقول لي nothing added to commit، تمام؟ بس هنا ده untracked فايل فده موجود dot get ignore، فأنا ما ليش علاقة بيه ولا كإني شُفته يعني. فكده أي حاجة جوّه الفايل ده مش هتبان، ليه؟ إحنا عملنا debug.log، فأنا عندي بس .get ignore، فأنا ممكن أقول له get at وهاقول له مثلًا الget commit -m adding .get ignore، تمام؟ فلو قُلت له get status ما عنديش أي حاجة ls عندي الdebug، ولو قُلت له .get ignore هالاقي عندي الكلام اللي هو *log والtemp زي ما شُفنا فوق، إن هو لو عندي أي حاجة جوّه dot get ignore مش هيوضّحها في الstatus. دلوقتي عشان نشتغل على الGitHub لازم نوصّل الlocal repository بتاعتنا مع الremote repository. فيعني إيه بقى remote repository؟ الremote repository هي عبارة عن version من الproject أو المشروع بتاعنا اللي hosted على السيرفر، فالحالة بتاعتنا اللي هو الGitHub، وده بيسمح إن أكتر من كذا شخص هيتعاون ويشارك التغيرات بكل سهولة. وعشان نقدر نعمل push للتغيرات اللي بنعملها locally على الGitHub أو نعمل pull للupdates من على GitHub، هنبقى محتاجين نعمل link ما بين الlocal repository بتاعتنا للremote repository على الGitHub، وبنستخدم command git remote add علشان نقدر نحقق ده. وعلى حسب المتعارف عليه كلمة origin بنستخدمها كاسم لremote repository الأساسية أو الprimary remote repository، ومش لازم نستخدم origin، نقدر نستخدم أي اسم تاني إحنا شايفينه منطقي. فتسميتها بorigin مفيد عشان نحافظ على التناسق ما بين الremote repositories وسهولة المراجعة. ونسأل نفسنا سؤال مهم، طيب وأنا هاعرف منين الlocal repository بتاعتي اتعمل لها link بطريقة صحيحة؟ وهنا المقصود إن إحنا نعمل check للremote URLs، فباستخدام command git remote ومعاه flag -v، ده بيعرض لنا الconnections الحالية للlocal repository، وده مفيد جدًا زي ما قلنا علشان نضمن إن الlocal repository linked أو متصلة بطريقة صحيحة للGitHub. فالناتج اللي هيطلع من الcommand git remote -v هيعرض لنا الURLs للfetching أو التغيرات اللي اتعمل لها download والpushing، والمقصود بيها التغيرات اللي عملنا ليها upload زي ما هو موضح في المثال اللي قدامنا. طب إحنا اتكلمنا في الwork flow إن إحنا نعمل push للcommit. طب يعني إيه pushing؟ باختصار الpushing هي عبارة عن العملية اللي بنبعت بيها الlocal commits للremote repository اللي هي الGitHub. فكده أي تغيير هنحفظه على الGitHub وهيقدر أي حد يتعاون ويشوف التغيرات بتاعتنا على الremote repository. وعلشان نقدر نحقق ده بنستخدم command git push. فمثلًا لو إحنا بنعمل push للتغيرات بتاعتنا للmain branch هنكتب الآتي git push origin واسم الbranch اللي هو مثلًا main، وكده الremote repository هيتعمل لها update بالتغيرات الحديثة من الlocal الmain branch. طيب نفترض إن زميلي عمل push للchanges بتاعته على GitHub،
وأنا عايز أشتغل عليها ولقيته بيقول لي اعمل بقى pull للchanges دي عندك. فيعني إيه pulling؟ فالpulling معناها إن إحنا بنعمل download للتغيرات اللي على الremote repository اللي هي الGitHub، وتعمل merge أو تدمج التغيرات دي في الlocal repository بتاعتنا. وعشان نقدر نعمل pull وmerge للupdates من GitHub من الmain branch للlocal branch بتاعنا، بنستخدم command git pull زي ما هو موضح قدامنا كده. وفي ناس ممكن تسأل هل عملية الpulling دي مهمة؟ الجواب بكل سهولة انتظامنا في إن إحنا نعمل pulling للتغيرات دي بيساعدنا إن إحنا نبقى مطلعين دايمًا على التحديثات اللي بتحصل من الأشخاص اللي بيتشاركوا معانا في المشروع، ويقلل الmerge وبيقلل التعارض ما بين التغيرات وبعضها. طيب أنا مثلًا لو عايز أعمل pull للupdates دي من الremote repository من غير ما أعمل merge للتغيرات دي، علشان نفترض إن أنا عايز أراجعها الأول، ونقدر نحقق ده من عن طريق استخدامنا command git fetch. فالfetching بيسترجع التغيرات اللي موجودة على الremote repository من غير ما يعمل merging للتغيرات دي على الlocal branch، وده يسمح لنا إن إحنا نقدر نراجع التغيرات دي قبل ما ندمجها مع الكود بتاعنا. وفي 3 مصطلحات هنسمعهم كتير وإحنا بنتعاون على project في الGitHub، وهُم الfork والpull request والcode review. فنبدأ بأول حاجة، يعني إيه fork؟ الfork هو عبارة عن نسخة شخصية للrepository بتاعة الأشخاص تانيين، وده يسمح لنا إن إحنا نقدر نعمل تغيرات من غير ما نأثّر على الrepository الأصلية. وبنقدر نعمل fork لأي repository بإن إحنا بنستخدم الbutton fork اللي على GitHub علشان نقدر نعمل النسخة بتاعتنا من الrepository دي. بعد كده هنتكلم عن الpull request أو الPR. فلمّا بنعمل تغيرات على الfork اللي إحنا عملناه وعايزين نضيف التغيرات دي للproject أو الrepository الأصلية، بنفتح حاجة اسمها pull request، وده بيسمح للowner بتاع الrepository الأصلية إنه يعمل review أو يراجع التغيرات دي قبل ما يقبل إنها تتضاف على الrepository. فالpull request بتسهّل الcode review والfeedback، فالمساهمين أو المشاركين يقدروا يعملوا تعليقات على الكود، ويقدروا يناقشوا التحسينات اللي ممكن تتعمل على الكود، ويقدروا يعملوا موافقة على التغيرات اللي تمت قبل ما يعملوا لها merge. وده ينقلنا إن إحنا نتكلم على الbest practices للcreation والإدارة الpull request. أولًا نكتب pull requests وصفية وسهلة، إن إحنا نشرح بوضوح التغيرات والمشكلة اللي اتحلت أو الfeatures اللي اتضافت، وده هيساعد الناس وهُم بيراجعوا الكود يفهموا الغرض من التغيرات دي إيه. تاني حاجة إن إحنا نخلّي الpull requests مركّزة، يعني إن إحنا نحدد كل pull request لfeature واحدة أو fix واحد، عشان نخلّي الreview أسهل ونقلل من التناقضات. وأخيرًا نعمل updates بشكل دوري، دايمًا نخلّي الpull requests محدثة مع الmain branch عشان نتجنب أي تناقضات ونتأكد إن الmerge بتاعنا هيحصل بشكل سلس. ومن المصطلحات المهمة اللي نكون عارفينها ونعرف نعملها هي الbranch tracking. والمقصود بالbranch tracking هو لمّا الlocal branch يكون connected لremote branch على GitHub، وده يسمح لنا إن إحنا دايمًا نفضل in sync مع الremote branch علشان يبقى في تعاون سلس. فلو خلاص عملنا clone للrepository، Git تلقائيًا هيعمل إعدادات علشان تعمل tracking أو تتبع للmain branch. ممكن إحنا نعمل branch tracking بطريقة يدوية كالآتي: بنكتب command git branch وبندّي له option dash dash track زي ما هو واضح كده قدامنا. وعشان نقدر نشوف إيه هي الbranches اللي بنعملها أو بنعمل لها tracking من على الremote repository، بنكتب get branch وبنكتب flag dash -vv. تعالوا بقى نتكلم عن مسح البرانشز. وممكن حد فيكم يسأل هو أنا ليه ممكن أحتاج أمسح branch؟ بكل بساطة ممكن البرانش ده ممكن نكون ما بقيناش نستخدمه خلاص، فعشان نخلي الريبوزيتوري بتاعتنا منظمة نقلل أي خلط ما بين الناس شغالة على الريبوزيتوري أو المشروع بتاعنا، إن إحنا بنمسح البرانشز اللي ما لهاش لازمة. وعشان نقدر نمسح أي برانش بنكتب get push وبنضيف معاه الdash dash delete flag، والكوماند ده هيقول للجيت إنه يمسح البرانش اللي إحنا هنكتبه له في الكوماند من الريبوزيتوري على الجيت هاب. نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده. تعالوا نقول إن أنت وزميلك أو زميلتك بتعملوا develop لproject، وفي فايل أنتوا الاتنين شغالين عليه، وللصدفة أنتم الاتنين شغالين على نفس الجزئية، وبرضه للصدفة أنتم الاتنين عملتوا merge في نفس الوقت. فالgit هنا هييجي يحصل له زي خلل كده، وده بنقول عليه الmerge conflict. فلما بنيجي نعمل pull للتغيرات اللي فيها conflict مع التعديلات اللي عملناها local، الgit هيعلم المناطق اللي فيها conflict أو تعارض في الفايل. عشان نقدر نحل التعارض أو الconflict ده بنفتح الفايل ونعمل review لكل conflict، وبيبقى متعلم بعلامات زي اللي موضحة قدامنا كده، وساعتها بنقرر أنهي version اللي هنسيبه وبنعمل الedits اللي إحنا عايزينها، لأن الgit مش هيعمل العملية دي بشكل تلقائي. وفي حاجة مهمة عاملة لخبطة لناس كتير، وهي الفرق ما بين الmerging والrebasing. تعالوا كده نوضح الفرق ما بين الاتنين بشكل بسيط شوية.
الميرجنج زي ما قلنا الفكرة منه إنه بيعمل تكامل ما بين برانش لبرانش تاني مع الحفاظ على الكوميتس الأصلية، وبيعمل كرييت لميرج كوميت جديدة، وده المفضل استخدامه للبرانشز اللي بتكون محتاجة إن السجل التغيرات يكون كامل. أما بالنسبة للريبيزنج فالفكرة منه إن بينقل الكوميتس على رأس الكوميتس لبرانش تاني أو على التوب أوف كوميتس للبرانش تاني، وده بيعمل حاجة اسمها linear history، وده بيخلّي الhistory أنضف، بس نخلّي بالنا من حاجة، إن ده ممكن يبقى فيه مخاطرة لو استخدمنا الrebasing على الbranches المشتركة أو الshared branches. طيب إمتى نستخدم الmerge أو الrebasing؟ الmerging يستحسن استخدامه على الshared branches أو لمّا بنكون عايزين نحفظ الhistory بتاعة الbranch، والrebasing بنستخدمه لمّا بيكون الbranch ده حاجة خاصة قبل ما بنعمل push علشان نخلّي الhistory أنضف. فالmerge بيدمج التغيرات ما بين branch لbranch تاني مع الحفاظ على الhistory سليم، وبنعمل ده عن طريق command get merge. والrebasing بيطبّق الcommits زي ما قلنا على رأس الhistory من الbranch التاني، وبنقدر ننفذ الrebase بالطريقة دي، بنكتب get rebase واسم الbranch. في الpractice ده هنطبّق اللي اتكلمنا عنه في الmodule ده، وإن إحنا نعمل connection للlocal repository للGitHub، ونعمل push وpull للchanges، وهنشوف إزاي بنقدر نتعامل مع الbranches وإزاي نقدر ندير الpull requests. أول خطوة هنعمل initialize للlocal repository ونضيف الremote GitHub كالآتي: هنقول له mkdir github-lab، بعد كده هنقول له cd للgithub-lab. تمام؟ بعدين هنعمل initialize هنقول له git init، وعملنا كده initialization. بعد كده نروح للGitHub بتاعنا، ادي الGitHub، وخلّينا نروح للhome ونعمل repository جديدة هنسميها create new GitHub lab. ادي repository وهاقول له GitHub-lab. بعد كده ننزل تحت واقول له create repository. تمام. بعد كده هنيجي هنا أهو ونضيف الGitHub repository على أساس إنها الremote repository للlocal repository بتاعتنا. إيه اللي أنا باقوله ده؟ إن إحنا هنخلّي الGitHub repository اللي إحنا لسه مكريتينها دلوقتي هي الremote repository بالنسبة للrepository اللي أنا شغال عليها locally. فهنعمل إزاي؟ هنقول له get remote add origin. تمام، إحنا ممكن نعمل كده هنا. تمام، get remote add origin، وخلّينا نجيب الlink ده copy. تمام، خلّينا نpaste. جميل. طيب تعالوا بقى نعمل verify للremote connection. هنقول له get remote-v. هالاقي هنا بيقول لي إن أنت تعرف تعمل fetch وpush للorigin اللي على الget repository دي. طيب تعالوا بقى نعمل فايل جديد ونحط فيه شوية content ونضيف الفايل ده على الGitHub. هنعمل الآتي: نقول له echo ونقول مثلًا GitHub lab ونحط الكلام ده في readme.md. وبعد كده هنضيف اللي إحنا عملناه أو الفايل اللي إحنا عملناه ده للstaging area. إزاي؟ بنقول له get add واسم الفايل، ونقول له get add واسم الفايل. بعد كده هاقول له commit shell، نقول له add readme with initial content. طيب بعد ما خلصنا الكلام ده كله هاعمل push للفايل ده للGitHub، بمعناه اللي أنا هاعمل upload للفايل ده على الGitHub repository بتاعتي. هاقول له get push الorigin raster. تمام. تعالوا بقى نعمل simulation للcollaboration على الGitHub. تعالوا نفتح الأول نتأكد أصلًا إن الفايل بقى موجود. هنعمل refresh. فعلًا الفايل الreadme موجود. تمام. تعالوا نعمل الcollaboration. هنفترض إن أنا دلوقتي شخص شغال على الGitHub من الGUI، فأنا حاليًا دلوقتي شخص تاني. هافتح الفايل ده وابتدي edit فيه. تمام؟ طيب تعالوا نعمل edit للفايل ده، وهنكتب هنا الآتي: مثلًا I am a collaborator. This is
collaborator update. تمام، وهاقول له commit للchanges وتمام. adding collaborator content collaborator. تمام، فأنا دلوقتي المفروض اللي أنا ضِفت حاجة جوّه الreadme file. طيب، تعالوا بقى نعمل pull للchanges دي أو نعمل download للchanges دي عندي على السيرفر، فهاقول له get. الأول تعالوا نعمل cat للreadme file، مش هالاقي فيه حاجة، فلو قُلت له get pull origin master فهالاقيه راح عامل update للfile بتاعي. ولو جيت عملت cat للreadme file هالاقي فعلًا إن هو اتضاف فيه الchanges اللي هو أنا كشخص تاني حطيتها جوّه الإيه، الfile. طيب تعالوا بقى نعمل branch جديد ونswitch للbranch ده، هنقول له get check out -b feature branch. فراح create الbranch وعمل switch ليه. وتعالوا نعمل edit للfile اللي موجود ونعمل commit وpush للbranch اللي على الGitHub اللي إحنا لسه عاملين له create، فهنقول له echo this is a feature branch change وهنحط الكلام ده كله في الreadme. طيب، بعد كده هاقول له get add readme وبعد كده هاعمل الcommit بتاعي هاقول له -m الmessage add feature branch content. بعدين هاقول له get push origin بس هنا مش هاعمل الmaster، هapush على الإيه، على الbranch، فهاقول له feature branch. طيب، تعالوا نفتح أو نشوف الأول نتأكد إن الكلام ده اتضاف، فلو عملت refresh أنا لسه جوّه الmaster صح؟ طيب، نيجي هنا كده ألاقي في feature branch اتحط، فابُص عليه ألاقي فعلًا إن أنا عندي file واتحط فيه this is a feature branch change. جميل جدًا. تعالوا بقى نفتح الpull requests، هنروح على الGitHub repository وهنختار الfeature branch بتاعنا اللي إحنا فيه دلوقتي، وهنيجي عند الpull request اللي هي هنا دي، وهاروح عامل كده أهو، ونعمل الtitle بتاعنا. إيه، تعالَ ننزل تحت، جميل، هنقول له new pull request. tell feature branch. تمام، فأنا كده عملت pull request. طيب، بس فادي الpull request بتاعي أو الحاجة اللي أنا عملتها. تعالوا بقى نعمل merge للpull request على الGitHub اللي إحنا نعمل simulation للapproval جاي من الcollaborator. تعالوا نيجي هنا كده أهو، وهنقول له get push origin -delete feature branch. تمام، بكده اتعمل له deletion. تمام، قال لي كده ما فيش أي حاجة تعمل لها compare خلاص، pull request خلص. طيب، تعالوا بقى نعمل delete للlocal branch. هنروح جايين هنا أهو، وهنعمل get check out للmaster، نقول له get branch delete للfeature branch. ماشي، فهندي له الداش دي capital. تمام، كده الbranch اتعمل له delete. طيب، تعالوا نعمل get fetch تمام للorigin. طيب، وتعالوا نجرب نعمل rebase بقى، نقول له get rebase الorigin master، فقال لي current branch master is up to date. اتكلمنا في الموديل اللي فات عن نبذة إيه هو الrebasing وبيختلف إزاي عن الmerging.
بس في advanced techniques للrebasing عندنا حاجة اسمها الinteractive rebasing والreorder commits. فيعني إيه بقى interactive rebase؟ الinteractive rebasing بيسمح لنا إن إحنا نعدل في الhistory الخاص بالbranch، زي مثلًا ترتيب الhistory أو الreorder بتاع الcommits والediting والsquashing commits. وبنقدر نستخدم الinteractive rebasing بإن إحنا بنكتب الآتي: get rebase dash I head وبعدين رقم الcommits اللي إحنا عايزين نغيّرها. فده هيفتح لنا list من الcommits الحصرية اللي إحنا عملناها في editor علشان يسمح لنا إن إحنا نختار الcommit اللي هنعمل له سواء editing أو squashing أو reordering. فممكن حد فيكم يسأل: طيب هو أنا ليه مثلًا محتاج أستخدم الinteractive rebasing؟ فببساطة إجابة السؤال ده لو مثلًا عايزين نعمل clean للhistory بتاعتنا بإن إحنا ندمج الcommits السنوية أو الصغيرة مع بعض، ونصلح الأخطاء، ونعمل ترتيب للcommits بشكل منطقي قبل ما نعمل لها share في الbranch. تعالوا نفهم ونتكلم شوية عن الmerge conflicts وإزاي بنستخدم الأدوات الخاصة بالgit علشان نحلها. فزي ما اتكلمنا قبل كده إن الmerge conflicts بتحصل لما بيحصل تغيير في نفس البلوك في نفس الوقت، فالgit هيبلغ المستخدمين عن الملف أو الكود اللي فيه conflict، وهيطلب منكم إنكم تحلوا المشكلة دي بشكل يدوي. طيب إزاي نقدر نحدد الconflict؟ لما بنيجي نعمل merge الgit هيوقف عملية الmerge دي، هيقول لنا إيه الفايلز اللي فيها conflicts زي ما هو باين في المثال اللي قدامنا كده. طيب بعد ما حددنا الفايلز اللي فيها conflict وعرفنا الconflict فين تحديدًا، فممكن نحله بالخطوات دي. أول حاجة هنمسك الفايل اللي فيها الconflict ونقرر إيه التغيرات اللي هنسيبها وإيه التغيرات اللي هنتغاضى عنها. تاني حاجة هنشيل الconflict marks زي الأسهم والعلامات والequal إلى آخره من العلامات اللي إحنا اتكلمنا عليها. بعد كده هنضيف أو هنعمل get add للفايل اللي اتعمل له resolve للstaging area. وأخيرًا بنكمل الmerge بتاعنا بإننا بنعمل get commit للresolved file. ومن الtools أو الأدوات اللي بنستخدمها عشان تسهل علينا الconflict resolution أو تحليل الconflict زي مثلًا الVS Code والGit GUI. فهي tools بتسهل علينا جدًا لإنها بتعلم على السطور وبتوضح السطور اللي فيها conflict علشان نبقى عارفين الconflict في أنهي سطر بالضبط، ونعرف نصلح الconflict ده بكل سهولة. بعد كده هنتكلم عن الstash والclean. طيب إيه بقى مصطلح الstash أو الgit stash؟ هو باختصار بيحفظ التغيرات اللي ما اتعملهاش commit بشكل مؤقت، فده هيسمح لنا إن إحنا ممكن نشتغل على حاجة تانية من غير ما نفقد التغيرات اللي عملناها قبل كده. ونقدر نعمل stashing من عن طريق الآتي: بنكتب get stash، ولو عايز أشوف كل التغيرات اللي اتعمل لها stash بنستخدم command get stash ومعاه list. ولو عايزين نطبق آخر تغيرات اتعمل لها stash بنكتب get stash apply. طب معلش هو إحنا ليه محتاجين نعمل stash للتغيرات أما نخلص الشغل كله مرة واحدة؟ والله يا ريت، هاقول لكم ده كلام الناس العاقلة. بس نفترض إن في تغيير لازم تعمله حالًا في البرانش تاني، وإن أنت مش عايز تعمل commit للتغيرات اللي أنت شغال عليها دلوقتي، ومش عايزين في نفس الوقت الشغل اللي إحنا شغالين عليه بقى لنا ساعات يروح. فساعتها الstash هو الحل علشان نقدر نحفظ التغيرات اللي إحنا عملناها من غير ما نعمل commit، ونعرف نشتغل على الشغل التاني الضروري، ونرجع نكمل الشغل على الفايل اللي كنا شغالين فيه بعدين. فاتكلمنا عن الstash، نتكلم بقى عن الclean والget clean أو الcleaning من اسمه إحنا بنمسح أي files وdirectories مش معمول لها tracking أو تتبُّع، اللي هم ما بين نارين، اللي هو ولا في الstaging area ولا اتعمل لهم commit، وبنقدر نمسح الuntracked files من عن طريق get clean. والأحسن إن إحنا نضيف الأول -n flag مع الcommand بتاعنا علشان يعمل حاجة اسمها dry run اللي هو تجربة، أو اللي هنشوف هيمسح إيه قبل ما يمسحه فعلًا، ولو النتيجة طلعت هي اللي إحنا متوقعينها ممكن ساعتها ننفذ الcommand من غير الdash n flag، أو ممكن نضيف الdash f علشان نشيل الuntracked files. بس أرجوكم خليكم حذرين وأنتم بتستخدموا الcommand ده، لأنه هيمسح الfiles بشكل نهائي. نيجي بقى لمصطلح عدّى علينا قبل كده في الdocker crash course، لو لسه ما شفتوش ممكن تشوفوه لأنه أتمنى يكون فيه إفادة ليكم. والمصطلح اللي باتكلم عليه وهو الtagging. والفكرة من الtags إن إحنا بنعمل نقطة محددة في الhistory علشان في الغالب بنستخدمها كrelease أو milestone أساسية في الproject. ونقدر نعمل tags بإننا بنكتب get tag وبعدين الtag version. وبعد ما بنعمل tag ممكن نعمل push للtags للGitHub عن طريق إن إحنا بنعرّف الtag بتاعنا في الcommand git push، أو لو عايزين نعمل push لكل الtags اللي عملناها بنستخدم الdash dash tags flag.
والtags مفيدة لإنها بتسهل علينا عملية الرجوع لversions قديمة، ونتتبع الversions الخاصة بالproject بتاعنا، ونقدر نعمل list للtags اللي عندنا من عن طريق git tag، وممكن نعمل delete للtag اللي عندنا من عن طريق إن إحنا بنكتب git tag وبعدين option -d واسم الtag في الآخر. ييجي واحد يقول لي: مصطفى، أنا في حد جه قال لي اعمل commits معينة من على branch لbranch تاني، فقُلت له: أنا أعمل إيه؟ قال لي: اعمل cherry picking. هو كده بيشتمني؟ لأ، هو الcherry picking مش شتيمة، وزي ما زميلك أو الteam leader قال لك كده، الفكرة من الcherry picking changes إن إحنا بنطبّق commits معينة من branch لbranch تاني، وده مثالي جدًا لو إحنا بنطبّق fixes أو features محددة من غير ما نعمل merge للbranch كله. وبنقدر نعمل cherry pick commit من عن طريق إن إحنا بنكتب git وبعدين cherry pick والcommit hash، وبنقدر نجيب الcommit hash الأول من عن طريق الgit log. تعالوا نطبّق بقى الكلام اللي قلناه في الmodule ده بشكل عملي شوية، ونعمل practice للrebasing ونشوف إزاي ممكن نعمل resolve للconflicts والstashing، ونعمل tags للcommits ونطبّق الcherry picking على الcommits معينة. أول حاجة تعالوا نعمل branch جديد علشان نعرف نطبّق الrebasing. هنقول له نخش تاني هنا على الfolder بتاعنا الSCD، فين الGitHub، GitHub Lab. تمام. هنعمل git checkout -b للbranch هنسميه rebase practice. حلو أوي. وبعد كده نعمل كذا commit للbranch ده كالآتي، نقول له echo change 1 مثلًا، وهنحط الكلام ده في فايل اسمه file1.txt. بعد كده هاقول له git add للفايل one.txt وgit commit -m add change 1. جميل؟ طيب، بعدين تعالوا نعمل فايل تاني أو نedit في الفايل ده، نقول له echo change 2 وبعدين نعمل redirection، نقول له على الفايل one.txt، نقول له git add للفايل one.txt git commit -m add change 2. فاللي أنا عملته كالآتي، عملت تغيير سميته change 1 كتبته في فايل، وبعد كده رُحت عامل تغيير تاني ورُحت عامله في نفس الفايل. طيب، تعالوا بقى نستخدم الinteractive rebase على آخر 2 commits علشان ندمجهم في بعض يبقوا واحد. ففي الeditor بتاعنا هنغيّر الsecond commit للsquash ونعمل save، وده هيعمل merge لل2 commits للcommit واحد نضيف. تعالوا نشوف الكلام ده بيتعمل إزاي. هنقول له git rebase -i hit وأنا عايز أعمل آخر 2 commits، هيطلّع لي الpick بتاعي عامل إزاي. نعمل كده وNsave. تمام، فقال لي successfully rebased and updated الreference heads والrebase practice branch بتاعي. طيب، تعالوا بقى نعمل branch تاني علشان نعمل الconflicting changes. تعالوا نقول له git checkout -b، نعمل branch جديد اسمه conflict branch. هنقول له echo conflicting change ونحط الكلام ده في فايل اسمه file.txt. بعدين هاقول له git، أو بلاش في file.txt، خلّينا اعمل rm لfile.txt وخلّينا على file 1 في نفس الفايل. تمام، وهنيجي نقول له git commit -am add conflicting change. قال لي conflict branch add conflicting change، في حاجة حصلت. طيب، وبعد كده نعمل switch للbranch اللي اسمه rebase practice. هنقول له git checkout للrebase practice، هنقول له git merge للconflict branch. تعالوا بقى نعمل resolve للconflict بإننا هنعدل في الfile.txt وبعد كده نعمل له staging ونعمل له commit لresolved file. لو عملت vim file one.txt تلاقي conflicting change هو اللي موجود، خلاص، لأن هو already شاله عندي.
لما انا عملت ميرج خلاص. بس في الطبيعي ان هو هيجي يجيب لي change، فانا مضطر اشيل التشينج ده. الخطوه اللي بعد كده هنستخدم الجيت ستاش عشان نحفظ التغيرات بتاعتنا بشكل مؤقت. فهنعمل تغيير بسيط من غير ما نعمل كوميتنج. هنقول له echo temp change. هنسيف الكلام ده في فايل اسمه temp.txt، وهقول له get add للtemp.txt. جميل. واحنا مش هنعمل كوميتنج، فهقول له get stack. فقال لي save the working directory and index الى اخره للrebasing practice. جميل جدا. وبعد كده تعالوا نعمل list ونشوف الستاتش بتاعتنا. هنقول له get stash list. فاللي انت عندك الستاش ده، وفي الريبيز براكتس اللي هو اسمه add conflicting changes. هقول له get stash plugin بس. فراح طبق فعلا حاجه اسمها new file، او عمل commit للنيو file. فانا لو شغال على حاجه تانية او تاسك تانية في برانش تاني او على شغل تاني، فهعمل stash قبل ما اعمل كوميت وابتدي اشغل اللي انا عايز اشتغله. وبعد كده ارجع اشوف هعمل ايه، وبعد كده اعمل ابلاي مثلا. الخطوه اللي بعديها تعالوا نعمل تاج اسمه فيرجن 1.0 من البروجكت بتاعنا، ونعمل بوش للتاج ده للجيت هاب. فهنقول له جيت تاج فيرجن 1.0. بعدين هقول له جيت بوش اوريجن لفيرجن 1.0. واخيرا عايزين نعمل تشيري بيك كوميت. فاول حاجه هنعمل سويتش للمين برانش بتاعنا او الماستر برانش بتاعنا ونعمل كوميت جديد. هقول له جيت تعالوا نشوف كده برانشز اللي عندنا. هقول له جيت تشيك اوت للماستر. هقول له ايكو مين برانش تشينج، سميه هنا مين دوت تكست. وهقول له جيت اد مين دوت تكست. بعدين نعمل كوميت بالفايل بتاعنا. اقول له مين برانش تشينج. تمام، هو كده عمل الكوميت. بعد كده نعمل سويتش تاني للريبيس براكتس اللي احنا عايزين نطبق فيه التشيري بيك. فانا عايز اعمل تشيري بيك كوميت من الكوميت اللي احنا عملناه في المين برانش. هقول له جيت تشيك اوت للريبيس براكتس، وهقول له جيت تشيري بيك للكوميت هاش المفروض اللي انا اكتبه. طيب اجيب الكوميت هاش ازاي؟ هنقول له جيت لوج. فده الكوميت هاش بتاعي. لا مش ده. الكوميت هاش change 1 conflicting change. تعالوا نطلع لفوق، نرجع تاني get checkout للماستر، وهقول له get log. نجيب الجيت log بتاعي من branch change اهو، ده الكوميت. هاخد الكوبي، هنعمل الاتي. اقول له get checkout للريبيز براكتس. وبعدين هاجي اقول له get cherry pick واديله الكوميت هاش بيست. فراح عمل التشيري بيك للتشينج اللي انا عملته، اللي هو المفروض الايه المين تو تكست والتمب تو تكست. انا ما كنتش عامل له قبل كده كوميت. واخيرا نعمل فيريفاي ونتاكد ان التغيرات من المين اتضافت للريبيس براكتس. فبكل بساطه لو عملت ال اس هلاقي فعلا الحاجه موجوده عندي هنا، وهلاقي عندي المين دوت تكست موجود تحت البرانش بتاعي. لو وصلت للموديل ده فعايز اقول لكم شكرا لكم جدا على متابعتكم واهتمامكم. ربنا يزيدكم علم ويفتح عليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتضغطوا على الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات. تعالوا بقى نتكلم شويه عن الجيت فلو والفيتشر برانش ورك فلو والورك فلوز التانية المشهوره. طيب هو ليه اصلا الورك فلوز مهمه؟ الجيت ورك فلوز ببساطه بتوحد المعايير التعاون ما بين التيمز وبعضها، وهيكله الكوميتس، وازاي هنطبق الفيتشرز.
علشان نضمن إن الdevelopment يحصل بسلاسة ونقلل الconflicts أو الصراعات ما بين الteams، لإن دايمًا الشغل بيبقى سهل بس التعاون هو اللي بيبقى أصعب. ومن أشهر الworkflows اللي عندنا هو الGit workflow، وهو بيتابع الbranching model علشان نقدر ندير الbranches والhot fixes والfeatures. وتاني workflow وهو الfeature branch، وده بيشجع استخدام branches مستقلة لكل feature، وده بيبسط عملية التكامل ما بين البرانشز وبعضهم. وفي work flows تانية زي الtrunk based والforking، وكل work flow من دول ليه استخداماته الخاصة على حسب حجم المشروع وازاي التيمز بتشتغل مع بعض. السؤال بقى المهم، ازاي نقدر نختار الورك فلو المناسب لاحتياجات التيم بتاعي؟ اول حاجة لازم نعرف حجم التيم بتاعنا، ولازم نعرف إلى أي مدى التعقيدات في البروجكت، ونعرف هنطلّع release كل قد إيه علشان نعرف نختار أكتر workflow مناسب لينا. فلازم تتناقشوا كفريق على الworkflow اللي تم اختياره، علشان نضمن إن كل واحد في الteam هيمشي على نفس النهج وعلى نفس الprocess. ما ينفعش مثلًا يبقى الteam كله شغال مثلًا Git workflow، وييجي واحد في الteam يقول لك أنا هاشتغل بالfeature branch. من الحاجات اللي بيبقى فيها صعوبة برضه هي الproject management أو إدارة المشروع اللي إحنا شغالين عليه مع أدوات الGitHub. من مميزات الجيت هاب خاصية الجيت هاب ايشوز، ودي بتزودنا بطريقة سهلة إن إحنا نعمل تراك أو نتتبع البجز والفيتشر ريكوست والمهام بشكل مباشر في الريبوزيتوري بتاعتنا. وكل ايشو ممكن يبقى فيها ديسكريبشن وليبل واساينمنتس اللي هو مين هيعمل ايه والتعليقات علشان تسهل المناقشة ما بين التيم. وفي برضه في الجيت هاب خاصية اسمها الجيت هاب بروجكت بورد علشان نقدر نعمل فيجواليز ونرتب المهام بتاعتنا. فالبروجكت بوردز بتسمح للتيمز انها تعمل كانبان ستايل بوردز علشان تقدر تعمل تصور للورك فلو. فمن البيست براكتسز للبوردز الاتي، ان احنا دايما نحدث البورد دي خلال السبرنت او الستاند اب ريفيوز، ودي بتبقى عباره عن ميتنجز التيم بيتجمع مع بعض علشان يتناقشوا فيها في البروجكت. ونستخدم اوتوميشن رولز علشان نقدر نحرك الكاردز ما بين الاعمده اللي عندي على حسب البي ار ستاتس. نيجي بقى للجيت هاب اكشنز، واحده من اشهر الاوتوميشن ورك فلوز للكونتينوس انتجريشن كونتينوس ديبلويمنت اللي هي السي اي سي دي. هنتكلم عنها بشكل سريع في الكراش كورس بتاعنا، لكن لو عايزين توتوريال ليها او كورس ليها لوحدها اكتبوا لي في الكومنتس، ولو في ناس كتير عايزه فيديو خاص بالجيت هاب اكشنز ان شاء الله هنعمله. إيه بقى موضوع الGit Hub Actions أو الGit Hub Actions دي بتعمل إيه يعني؟ الGit Hub Actions هي بتعمل automations للwork flows زي الtest والbuilding code والdeployment في الenvironment سواء production أو staging، ودي لو أخدتوا بالكم هي الwork flow الخاصة بالCI/CD. والGit Hub Actions بتتكون من الآتي: أول حاجة الwork flows، ودي بتبقى عبارة عن YAML configuration files، ولو عايزين برضه كورس على الYAML file يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس. والYAML files دي بنستخدمها علشان نعرف خطوات الautomation بتاعتنا. وعندنا الtriggers، والtriggers بتعرّف إمتى الwork flow يشتغل أو يتعمل له run زي مثلًا الpush والpull requests. وأخيرًا الjobs، ودي tasks أو مهام بيتم تنفيذها بشكل متسلسل أو بالتوازي. تعالوا بقى نشوف إزاي ممكن نعمل GitHub Actions workflow بسيط. أول حاجة بنروح نعمل فايل اللي تحت ده .github/workflows، وفي المثال بتاعنا هنسمي الفايل ci.yaml علشان نعمل اوتوميشن للمهام معينه زي مثلا ان احنا نعمل تيستنج. بعد ما بنعمل ورك فلو يعمل فايل بتاعنا بنعمل له كوميت وبوش، وهيشتغل كالاتي: كل مره الكود هيتعمل له بوش على المين برانش التيست ده هيتعمل له ران. ومن البيست براكتسز ان احنا نخلي الريبوزيتوري بتاعتنا نضيفه منظمه باننا بنستخدم السكواشنج كوميتس والكلين اب للكوميت هيستوري قبل ما نعمل ميرج، وده ممكن نعمل خلال عمليه البول ريكويست على الجيت هاب. ومن نصايح لكتابه الكوميت مسجز واضحه وتنظيم للبرانشز ان احنا نستخدم صيغه الامر ونلخص التغيرات بشكل واضح، وان امكن نكتب ارقام للاصدارات للمرجعيه، وان احنا نجمع البرانشز بطريقه منطقيه. كمثال نجمع الفيتشر برانشز تحت مثلا فولدر اسمه فيتشر، او فايل يبقى اوله فيتشر اندرسكور، والبج فيكسد على نفس النهج الى اخره. ومن البيست براكتسز للجيت هاب ان احنا نشجع دايما على انه يحصل مراجعه للكود بشكل دوري علشان نقدر نلاحظ اي اخطاء في المراحل الاوليه، وكل واحد في التيم يشارك المعلومات اللي عنده مع التيم. وإن دايما نستخدم البول ريكوست بشكل فعال بإننا نطلب دايما مراجعة من أشخاص معينة في التيم علشان نقدر ناخد فيدباك في محله. وطبعا ما ننساش السكيورتي،
فمن الsecurity best practices الآتي: إياكم وتخزين أي معلومات حساسة زي الAPI keys في الrepository، ودايمًا نستخدم environment variables أو أدوات إدارة للsecrets، وبشكل دوري نراجع مين الأشخاص اللي ليهم صلاحيات على الproject بتاعنا، ونقلل من صلاحيات للأشخاص للbranches اللي هم شغالين عليها بس. نخلي بالنا من النقطتين دول. ومن نصايح لتسميات الbranches والrepositories بتاعتنا أو الnaming conventions الآتي: دايمًا نحاول نستخدم أسامي ثابتة وملائمة للبرانش زي مثلًا feature، bug fix، hot fix، عشان نوضح الغرض من البرانش إيه، وننظم الريبوزيتوري بتاعتنا بالdocumentation واحدة، ونخلي الهيكل الdirectories واضحة ومنطقية.